يا صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هيوصلكم في الفيديو. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا مع بعض بالوصفة المحببة إلى قلبي أوي 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 أوي، وهي وصفة الفايش. طبعا ما يحلاش عندي أنا بالنسبة لي العيد غير لما أعمل الفايش الصعيدي بتاعنا. بصي، أي وصفة تانية للعيد الحلويات ما بتجيش في دماغي كده قد أو مخبوزات العيد غير فايش الصعيدي. الفايش ده ربنا يبارك من الحاجات اللي انا بحبها قوي، ودايما موجودة عندنا في الصعيد، مش بس بالعيد، دايما موجودة عندنا كده في البيت. دايما كل بيت موجود في الفايش ده. تاخديه بقى الصبح كده على كوباية لبن كوباية شاي، ده بيبقى دايما موجود في كل البيوت. حاجة كده عسل. بصي، دايب دوب ناعم جدا جدا. طريقة التسوية بتاعته رهيبة. عايزة اقولك انا عاملة الفايش ده ربنا يبارك في فرن البوتاجاز، مش فرن خبيز. كمية حلوة ربنا يبارك، دايب دوب وكمان ناعم قوي. ريحته فظيعة. دي طريقتنا احنا يا جماعة، من زمان بنعمل بيها الفايش بالشكل ده. يعني دي طريقتنا بتاعتنا احنا، بتاعت عيلتنا، بتاع بلدنا. طلعنا كده فتحنا عينينا لقيناهم بيعملوا الفايش بالطريقة دي. النهاردة هنعمله مع بعض من غير كركم، هنعمله الأبيض كده. بس هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وزي ما قلت لكم، أنا الفايش ده من الحاجات المحببة إلى قلبي قوي. لو مش هعمل أي وصفة تانية للعيد، بس بحب الفايش قوي لأن أنا بعشقه. لو عجبك الفيديو يلا بينا نشوف مع بعضينا مكوناتنا وطريقة التحضير من أول التخمير لحد التحميصة العسل دي. مبدئيا كده طبق فيه نص كيلو دقيق، وبعد كده هنشوف عندنا الخميرة بتاعتنا. خميرة الفايش اللي احنا ما بنستغناش عنها يا جماعة، اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده بالحمص وبالسكر. النهاردة هنعملها مع بعض، او عملتها معاكم بالسكر بس ما رضيتش اعمل معاكم الطريقة لان عملتها قبل كده، وهسيب لك طريقة الخميرة في اول تعليق مثبت تحت. خلاص، بصي بقى السكر والعسل ده انا هنا عامله الخميره دي بالسكر. بصي عايزه اقول لك، وطبقه قشطه، طبقه ميه، طبقه زبادي. دي الخميره بقى اللي ناجحه 10/10. طبعا عشان اللبن حلو، فالخميره بتاعتنا بصي عايزه اوريك. بصي وش القشطه ازاي. معنى ان الخميره تعمل عندك زي 3 طبقات، هي كده معاكي ناجحه 10/10. ولو عملت معاكي طبقه واحده بس برضو حلوه. ولو الميه نزلت تحت برضو خالص برضو حلوه. شغاله معاكي مفيش مشكله. طيب بعد كده هجيب عندي، احط على نص كيلو من دي 5 معالق كبار من السكر. هحط عندي مكعب خميرة بيرة عشان يساعدني في ان العجينة بتاعتي تطلع النهاردة. عندي ملح بس مش هستعمله دلوقتي، وكمان كوباية مية مش هستعملها دلوقتي. وبنزل بالبرطمانات بتاعتي اللي فيها الخميرة على شوية الدقيق. عايزة اقولك على حاجة، الفايش بتاعنا ما يحلوش او غير لما بنعمل مع بعض الخميرة دي بجد بتخلي العجينة كده والفايش كده الريحة وطعم. ومهما يقعد عندك الخميرة اللي احنا بنعملها دي، عمره ما هيبقى ريحة ولا هيبوظ معاكي، بالعكس هيفضل معاكي دايما ريحته حلوة وطعمه جميل جدا. خلاص، خدنا طبعا كوباية المية دي فضيناها في البرطمانات. ما ينفعش ان احنا نرمي مكان البرطمانات لان دي خميرة اصلية، ما ينفعش ان احنا نفضي. يعني اللون الابيض ده احنا محتاجينه للخبيث. هبدأ ان انا اعجن العجينة الاولانية دي، اسمها خميرة او احنا عندنا بنسميها ايه في ولدة. بس احنا في الشباب الصغيرين دي بيقولوا عليها خميرة اللي هي بنبني عليها الخميرة بتاعت الفايش. هبدأ اعجنها بالشكل ده. ما تلتزميش قوي سواء كتير او قليل، يعني هو نص كيلو دقيق بالظبط. ولو هتعملي كيلو دقيق، عايزه اقول لك هقول لك ان شاء الله تعملي قد ايه. خلاص، عشان زي ما قلت لكم دول 6 كيلو وانا خبزاهم في فرن البوتاجاز، مش فرن الخبيز كمان. هبدأ اعجنها وقلتها كده بالشكل ده. فك منها اي كلاكيع واسيبها تخمر. اغطيها طبعا بفوطه واسيبها تخمر شويه، ترتفع كده شويه يعني. وبعدين نرجع مع بعض نشوف هنعمل الفيش بتاعنا العسل. يلا بينا. طيب سيبنا الخميره بتاعتنا لغايه ما طلعت، وبعد كده بجيب عندي بقى معلقه ملح كبيره اللي كانت معاكم في الاول. ضفت عندي كيس مليان من كيس بيكنج باودر يعني. وزي ما انتم شايفين هقلب كده. عايزه اقول لكم يا جماعه على حاجه سريعه بالنسبه للبيكنج باودر، موجود كتير قوي في الاسواق والسوبر ماركت، في كيك شيف، تاج الملوك، في حاجات كتير قوي. خلي بالكم، وده اللي انا جايباه حاجه اسمه بيكنج باودر سوري، يعني ده طالع جديد بصراحه. بس خد بالكم ان كل حاجه بيبقى ليها وزن. يعني انا شفت وزن تاج الملوك غير كيك شيف غير كوكيز غير ملكه، حاجات كتير. خلاص بعد كده نزلنا بالخميره بتاعتنا على الدقيق زي ما انتم شايفين، وكوبايه ميه اللي قلت لكم عليها في الاول اللي احنا ايه عملنا بيها برطمانات بقى الخميرة. وبدأت أقلب بالشكل ده. بعد كده هنا عندي أنا مسخنة كيلو ونص من اللبن، سخنته حلو. وهضيف طبعا مية. عايزة أقول لكم الفايش المظبوط بيبقى الربع لبن و3/4 مية. يعني ربع مية، أسفة ركزوا معايا أنا بتلخبط في الحتة دي. ربع لبن و3/4 مية. خلاص، في حاجة تانية بقى. إيه، اللبن الكتير يا جماعة بيخليه يعضم. لو معاكي حد بيساعدك يبقى
تلمي الدقيق الاول وبعدين تضيفي السمنه، ما معكيش حد زي حالاتي كده وانا كنت بصور مع نفسي وبعجن مع نفسي. وبعد بصوا بقى، رحت بقى جبت هنا عندي، يعني لازم تلمي الدقيق خالص، تلميه كده تعملي عجينه. هنزل على ال6 كيلو من الدقيق ب4 كوبايات ونص من السمنه. يعني كان المفروض يبقوا 5 كوبايات، بس السمنه ايه، هنجد معايا شويه فما كنتش قادره اقوم افك سمنه تاني. المهم حطيت 4 كوبايات ونص. كل كيلو من الدقيق عليه كوباية الا ربع من السمنة، وتبدأي بقى تعجني وشمال ويمين. وزي ما قلت لكم النهارده انا هعمل الفايش من غير كركم، هعمله ابيض بس. خلاص بالشكل ده. تركزوا يا جماعة في حتة البيكنج باودر لانه كتر قوي، والاوزان بتاعته بقت مختلفة، يعني في كيس 10 وفي كيس 12، الجرام بيفرق معاكي، وخصوصا في الكيك والحاجات اللي احنا بنعملها دي. ميزة السكر اللي احنا حطيناه ان هو بيديكي كسرة السكر، يعني لحاجة بسيطة قوي بيبقى عليه يعني، بس بيبقى طعمه حلو قوي. وابدأي بقى عجيني شمال ويمين والفوق والتحت وريحي ودي كده لغاية لما تخلي العجينة دي، لو خدت بالك بصي في دقيق تحت، فلازم نضيف السمنة بعد ما نلم الدقيق. هي مش هتفرق معاكي جامد قوي، بس هي الفكرة عشان انا معيش حد، فكنت ايه قلت عادي يعني. وبدأت زي ما انتوا شايفين كده، بصي خليت العجينة بقت، فزي ما قلت لك الفايش من الحاجات اللي تحب العجن فيها جامد قوي. لما بتحطي السمنة في الحقيقة بيساعدك قوي في العجن بتاعه بدري، لكن لو ما بتحطيش السمنه في الاول ده بياخد معاكي وقت. بصي بقى عايزه اقول لك حاجه تاني، الفايش من العجينه اللي مبقاش ليها عرق جامد، هي عشان عليها ماده دهنيه كتيره فتحس ان هي بتتقطع كده، يعني عجينتها دايبه، لان احنا عايزينه دايب كده دايب كده وناعم، لما تاكليه كده يدوب تحت اسنانك، ما يبقاش حاجه معضمه. واللبن الكتير يا جماعه صدقوني بيخليه يعضم، عشان كده انا هكتب لكم مقادير الكيلو الواحد بس في صندوق الوصف. تمام. هنغطيه وبعد كده ايه هنسيبه لغايه لما يختمر. مده التخمير بتاعته يا جماعه ملهاش وقت، عشان دول زي ما قلت لكم كتار، فياخد بقى معاكي ساعتين، ياخد 3، ياخد زي ما هو ياخد. بدهن وش العجينه كده، بدهنها سمنه، بدهن ايدي سمنه، وبدهن بيها وش العجينه عشان ما تلزقش معايا في الحاجه اللي هغطيها بيها. وبعدين نرجع مع بعض تاني هنشوف طريقه التشكيل بتاعتنا هتكون عامله ازاي. بعد كده ربنا يبارك، بصوا بقى الطبق اتملى ماليه تمام، ماليه حاجه كده، حاجه عظمه يعني. باجيب عندي الصواني الألمونيا بتاعتي وبدهنها كده دهنة من الزيت، مش هستعمل سمنة تاني، خلاص كده كفاية سمنة. ندهن الصواني كده دهنة زيت حلوة يعني، بس مش كتير قوي يعني، وكده كده مش هيلزق لأن هو فيه سمنة كتير، بس علشان يخلع معايا أثناء التسوية. والزيت من الحاجات اللي بتخلي العجينة كده تحمر وتبقى حلوة معاك وتبقى كده مقرمشة. بقطع الحتة قد الليمونة، ولو خدت بالك العجينة لما بقطعها ما بتلمش في ايدي، لأن العجينة مريحة ومخدومة حلو. خلاص بالشكل ده اهو، بقطع بقى قد الليمونه. بالنسبه بقى صحيح فكره الصوابع اللي انا بعملها جنب بعضيها دي بياخد كميه عجين الصواني دي رهيبه. عايزه اقول لك ربنا يبارك، ال6 كيلو حطيتهم في 8 صواني زي العسل. يعني لو عندك 15 كيلو دقيق هتعمليهم صدقيني وحدك، مش هياخد معاكي وقت خالص، لا في التشكيل ولا في الخبيز ولا في التسويه، لان فكرة الصوابع دي ما بتاخدش وقت خالص، وميزتها حلوة قوي، وبيقب معاكي كده وبيبقى مرتفع. بالنسبة بقى لكل بين كله قطعتين او قطعة ندهن زيت، عشان ده اللي هيساعدنا في انه لما الخبيز يتخبز يفك معاكي ويبقى زي الفل. خلاص هاملة الصواني بتاعتي على هذا الشكل، وبعدين نرجع مع بعض تاني. بصوا ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك، عملت 7 صواني. عايزه اقول لك التامنة هوريها لك، فاضل عجين يعبي واحدة وزيادة، لان الصواني دي بتاخد كمية عيش كتيرة جدا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ببدأ من اللي بيبقى لونه غامق ده، بيبقى هو ده اللي خمران، وبعد منه ده بقى بصي الباقي قد ايه. بالنسبة بقى للي انا هساوي بقى من اول ما من اول ما شكلت، يعني اول ما بشكل صينية يعني لما بخلص اللي ورايا بتكون خمرت. طبعا انا ببقى مغطية يا جماعة، ما ينفعش اسيبه مكشوف، بس انا حبيت اوريهولك. بالنسبة للتسوية بتبقى درجة الحرارة بتاعة الفرن اعلى حاجة درجة حرارة 200 عندك، وتسخنيها حلو قوي وتدخل فيها الصواني. بصوا طلع زي العسل، ربنا يبارك حلو ازاي. عايزه اقول لك لو انتي حابه تحمري الوش بتاعه شويه، دي ميزه الزيت يا جماعه، ما بيلزقش معاكي خالص وزي الفل. لو انتي حابه تحمري وشه شويه حمريه، مفيش اي مشكله، بس انا عشان التحميصه هي برضه هيدخل على نار تانية، فبيحب اللي هو ايه يبقى معاكي لونه اصفر، بس هو بجد لونه اصفر ذهبي. ده طبعا زي ما قلت لكم بيبقى في الفرن درجه حراره 200، انا والله ما ولعتش الشوايه، هو كده طالع زي العسل. بصي جميل ازاي، ربنا يبارك حلو جدا جدا، فاكك ومخلع من بعضيه، بس هو سخن شويه محتاج ان هو يهدى شويه علشان نقدر نفككه من بعض. بصوا شايفين، هي دي ادي الصوابع يا جماعه، بصوا ازاي بتطلع من بعضيها زي العسل، حلوه جدا جدا. هنشوف مع بعض الصينيتين اللي بعد كده تاني.
ربنا يبارك، ربنا يبارك. حاجة كده سكر طبعًا بنفرده على ملاية أو على حاجة عشان يتهوى معانا شوية. بصوا العسل بتاعنا، شايفين جماله؟ بصوا اهو، بصوا جمال الصواني ازاي حلوة، حلوة جدا في الخبيز. الزيت اللي بنحطه تحت ده بيساعدنا ان هو يفك معانا بسرعة، وما تطريش العجينة او تبقى العجينة بتاعته تبقى ناشفة شوية. انا زي ما قلت لكم هكتب لكم مقادير الكيلو الواحد في صندوق الوصف. خلاص بالشكل ده اهو. حاجة كده سكر. اللي مش عارف صندوق الوصف يعني بيضغط على كلمة، على الفيديو بيجيله كلمة المزيد، يضغط عليها يطلع لك صندوق الوصف فيه كل المقادير بالكوباية وبالجرام. خلاص هخلص الكمية بتاعتي كلها بالشكل ده. وبعدين انا لما بيبرد انا بفكه كده من بعضيه زي ما انتم شايفين اهو، عشان حبيت بس اوريكم كده كام واحدة وهو لسه سخن. لما بيبرد بيتفك من بعضيه اسهل وبيبقى ابسط من كده كمان. هسيبه يبرد وبعدين هفككهم خالص. وطبعا ببيتهم ليلة، ده يا جماعة بيكون تاني يوم الصبح. بفكهم من الليل واخليهم كده. بسخن الفرن تاني على درجة حرارة 125، وبرصهم على صواني عادي خالص وبحمصهم. انا عملته العيد اللي فات بالكركم زي ما قلت لكم، العيد ده عاملاه كده. فتاني ده ما ينفعش يتحمص في نفس اليوم عشان يديك الطعم الحلو. ببيته لتاني يوم الصبح، وبولع درجة الحرارة 25 على آخر شبكة فوق مش تحت، فوق خالص. تبعدي عن البلاطة خالص وبتدخليهم على صواني. الصواني دي صدقوني انا اللي بحمص عليها، اللي هي بتاعة البوتاجاز والاستانلس دي انا بحمص عليهم كل سنة. لان الألمونيا صغيرين، انا بحط الصواني الكبيرة 125 وبقلب يمين شمال فوق تحت. بيطلع معايا اللون الرهيب ده. عشان كده انا بقول لكم انا مرضتش ان انا احط الكحك احمره اكتر من كده، عشان لما بيتحمص بيديكي اللون الذهبي ده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون نال اعجابكم. اشوفكم على خير وصفة جديدة. باي باي.